السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ عايز تعرف يعني ايه كلمة فورتي؟ تعال اقولك في الفيديو دوت يعني ايه كلمة فورتي، او يعني ايه رمز فورتي اللي محطوط على علب او عبوات الزيت الخاصة بالموتوسيكلات. اولا كلمة فورتي ديت اختصار لكلمة فور ستروك، اللي هي بتدل عن فور ستروك يعني محرك رباعي الاشواط. يعني المحرك دوت رباعي الاشواط. يعني دورة الحرق فيه بتتكون من او عبارة عن 4 مراحل: مرحلة السحب الهواء، ومرحلة الحريق، ومرحلة الضغط، ومرحلة خروج العادم. فده كده 4 مراحل. يعني ال4 مراحل دول البي ال بيلف فيهم مرتين، يعني كل مرحلة من دول بتاخد نص لفة من دورة الحدافة. فكده المحرك لما بيبقى رباعي الأشواط كده، ده بيبقى يعتبر من المحركات الحديثة، اللي كان في الثمانينات والسبعينات المحركات ثنائية الأشواط، ودي قصة تانية، وكانت بتستهلك بنزين أكتر، و كانت مشكلة كده. فبدأت التكنولوجيا تتقدم وعملوا المحركات اللي هي رباعية الأشواط. طب هي رباعية الأشواط ديت الموتوسيكلات بس؟ لأ. الحاجة اللي محدش يعرفها أو مش محدش يعرفها، يعني الناس غافلة عنها، إن المحركات رباعية الأشواط بتاعة السيارات وبتاعة الموتوسيكلات. يعني السيارات محركاتها كلها رباعية الأشواط، يعني العربيات محركاتها فورتي، والموتوسيكلات برضو محركاتها فورتي. طب ما اشمعنى كلمة فورتي ديت خاصة بالموتوسيكلات؟ دي بترجع لشركات الزيت، تعتبر زي دعاية تسويقية، أو بيستهدفوا فئة معينة من مستهلكين. فأنا عايز أخد مثلا مستهلكين الموتوسيكلات، عايز يعني أجذبهم للزيت دوت، فأحط لهم عليهم كلمة فورتي. يبقى كده ده كأنه مخصص للموتوسيكل. ولو تلاحظوا يعني بصوا كده، كلمة فورتي اهي، ده زيت مخصص للموتوسيكل. ما ينفعش يحط كلمة فورتي بس، لازم جنب الرمز فورتي دوت لازم يحط صورة موتوسيكل. ده دليل على كلامي، يعني انت تحقق من كلامي دوت، واعتبر ان كلامي كده وتحقق انت منه. ما ينفعش يحط فورتي بس. اي زيت هيقول لك عليه ان هو مخصص للموتوسيكلات لازم تلاقي الرمز ده، ولازم يحط لك جنبه صورة موتوسيكل. لان لو حطوا فورتي بس، لان محركات السيارات زي ما احنا قلنا محركاتها برضو رباعية الاشواط، فما ينفعش يحط الرمز ده لوحده، لازم يحط رمز موتوسيكل معاه. فالمعلومات عندنا لابسة شوية، ان محركات الفورتي ديت او الرمز دوت خاص بالموتوسيكلات بس. لا، العربيات والموتوسيكلات محركاتها رباعية الاشواط. بس الفرق ان الموتوسيكلات التكوين بتاع الموتور نفسه بيختلف عن العربية. يعني العربية الموتور قدام، وفي وراه مجموعة صندوق التروس الفتيس، ومن ورا زي ما بيقولوا الكورونا، اللي هي بتاعت التروس، صندوق تروس الكورونا بتاع العجل. فكده 3 حاجات في العربية، كل حاجة فيهم ليها زيت معين. لكن في الموتوسيكل احنا عندنا ال3 دول كلهم في مكان واحد. فتخيل ان انت الموتوسيكل الزيت ده المفروض يبقى كويس عشان يقدر يستحمل ان انت تتعامل ال3 حاجات دول في مكان واحد. فبيبقى الضغط على الزيت اكتر، معدل الاهلاك بتاعه اكتر. فلازم تخلي بالك من نوع الزيت اللي تستخدمه جوه المحرك الموتوسيكل. يا ريت تكونوا استفدتوا من المعلومة الصغيرة ديت، وان شاء الله زي ما قلت قبل كده، بس ربنا يسهل، هعمل لكم فيديو
عن الزيت الموتوسيكلات، وايه افضل نوع، وايه ازاي تعرف افضل نوع للزيت تستخدمه جوه الموتوسيكل وتعمل ايه وان شاء الله باذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.